في زمن بيتقال على اللي بيقول أنا مؤمن إنه متخلف، واللي بيقول أنا ملحد يتقال عليه مثقف. بقى الطبيعي إنك تسخر من الصلاة والدعاء وتكسب جمهور، لكن لو قلت الحمد لله تتحذر، واللي تلبس ضيق تبقى متفتحة، واللي لابسة محتشم تبقى رجعية، واللي بيصلي يتقال عليه بيمثل، واللي بيشتم ربنا يتقال عليه بيواجه الحقيقة، واللي يكتب بوست يسخر من الدين بيتقال عليه حر ومبدع، واللي يدافع عن دينه بيقول عليه متشدد أو إرهابي، واللي يشك في وجود ربنا من الأساس بيتقال عليه مثقف ومستنير، واللي بيعلن بإيمانه ويوصفه بالتخلف. كل حاجة اتشقلبت وكل حاجة بقت عكسها، لكن الحقيقة دايما بتفضل زي ما هي مهما حاولوا يغطوها بالكذب بتاعهم. النهاردة معانا أشهر الملحدين اللي اتحدوا ربنا وسخروا من الدين، وأول واحد وهو فريدريك نيتشه، الفيلسوف الألماني اللي أعلن إن الله قد مات، وكان كاشف إن الإيمان ضعيف بتاعه، وإن الإنسان هو اللي بيصنع أخلاقه بإيده من غير إله. وكتب كتب كتير بيهاجم فيها العقائد، لكن نهايته كانت غريبة. اتصاب بانهيار عصبي وفقد عقله، عاش آخر 10 سنين من حياته مجنون. أمه كانت بتأكله بإيديها، وكان بيصرخ في الشوارع ويتكلم مع نفسه، ومات على حاله دوت، من غير عقل، من غير أي راحة، ومن غير أي إحساس بالقوة اللي كان بينادي بيها. تاني واحد معانا وهو ديفيد هيوم، فيلسوف اسكتلندي، قال مفيش حاجة اسمها معجزة، وكان شايف إن الدين عبارة عن جهل. وكتب كتاب ضد الأديان، وقال إن كل حاجة لازم تتفسر بالعقل بس. لكن في آخر أيامه الناس اللي حواليه لاحظوا عليه خوف غريب، رغم إنه كان بيحاول يضحك ويداري، لكن وشه كان باين عليه الرعب. وسابه وراح وهو مش لاقي ولا إجابة خالص. بعد كده يجي معانا واحد اسمه برتراند راسل، كتب كتاب مشهور اسمه لماذا لست مسيحيا، وفضل طول حياته يهاجم فكرة وجود إله، وكان بيقول إن الإيمان سبب التخلف. لكن قبل موته بفترة قال أنا حاسس إني بنيت قصري على الرمل، جملة واحدة كفاية تشرح اللي جواه. قصر فلسفي بس من غير أساس، ومات وحيد ومرتبك. وأشهر ملحد وهو توماس أندروز، مصمم سفينة تايتانيك، كان فخور بيها جدا لدرجة إنه قال حتى ربنا مش هيقدر يغرقها. وبعد أول رحلة السفينة غرقت ومات وهو فيها، واتحولت من رمز للإنجاز لرمز للغرور اللي بينهار، وغرقت معاها كل الكلمات اللي كانت بتتحدى ربنا. يجي بعد كده معانا جوليان هيكسلي، من كبار دعاة نظرية التطور وحفيد داروين، وكتب كتب كتير بيهاجم فيها الإيمان، وكان دايما بيقول إن الإنسان هو اللي بيخلق المعنى لنفسه. واعترف في لحظة صدق إنه مش بيؤمن من منطق، بل لأنه مش عايز ربنا يراقبه. وقالها الإلحاد أراحني من الإحساس بالذنب، مش أقنعني بالعقل. أنا واحد كمان اسمه كارل ماركس، صاحب فكرة الشيوعية، وقال إن الدين أفيون الشعوب، وكتب مجلات يهاجم فيها الإيمان، وقال إن الجنة والنار اختراعات لتخدير الناس. وعاش حياته فقير ومات مريض ومش متصالح مع نفسه، وقال في لحظة انهيار أنا ضيعت حياتي على الوهم. يجي بعد كده واحد اسمه جان بول سارتر، فيلسوف فرنسي وجودي، وأنكر وجود الإله، وقال إن الإنسان هو اللي بيخلق معناه بإيده. وكان دايما بيقول إن الحرية في غلاب الإله، لكنه قبل موته اعترف وقال كانت حياتي كلها جري ورا المعنى، بس دايما كان ناقصني حاجة. بعد كده يجي واحد اسمه ستيفن هوكينج، العالم اللي كتب التصميم العظيم، وقال إن مفيش داعي نفترض وجود إله، واعتمد على النظريات، بس لكنه في الآخر مات وهو على جهاز تنفس صناعي، وعايش بجهاز بيتحكم فيه وبيتكلم بصوت إلكتروني. قالوا عنه عبقري، لكن ما قدرش يجاوب على أبسط سؤال، وهو أنت رايح فين بعد ما تموت؟ ومش بس كده يا صديقي، هنقول مثلا ده من الجيل القديم بس، بحيث إن كان زمان ما كانش فيه تطور علمي قوي، لكن كمان ومن الجيل الجديد دوت اللي حوالينا ناس طلعت على أكتر من منصة سوشيال ميديا وأعلنت إلحادها، وبدأت تهاجم الدين علنا باسم الحرية والتفكير. أول واحد منهم اسمه هشام نستيك، المعروف بالكافر المغربي، بدأ حياته متدين وبعدها أعلن إنه ملحد،
وكتب كتاب مذكرات كافر، وفتح قناة بيهاجم فيها الدين وبيتكلم إنه اتحرر، لكن في فيديو باين عليه التوهان. قال الراحة مش جاية والفراغ مش بيروح ومش لاقي نفسي، رغم إنه بيبين للناس وبيظهر ضحكته، لكن وشه بيكشف صراع مش سهل. يجي بعد كده واحد اسمه قاسم الغزالي، مغربي برضه، هرب من بلده وبدأ يهاجم الدين في مؤتمرات عالمية، وكتب مقالات كتير وبيحاول دايما يبرر إلحاده بالعلم، لكنه في آخر ظهور ليه كان بيقول إنه لسه مش لاقي حرية حقيقية، وإنه عايش مش مرتاح وعنده شك داخلي دايما. بعد كده واحد اسمه إسماعيل محمد من دولة مصر، صاحب قناة البط الأسود، طلع من بداياته بيهاجم الدين بسخرية وبيعمل فيديوهات جريئة، لكن القناة اختفت بعديها بفترة، ولما رجع باين عليه تعب نفسي واتكلم عن اكتئاب وضغوط، وبقى كلامه متكرر زي واحد بيداري ألم كبير. وفي بنت كمان اسمها رنا أحمد، بنت سعودية، أعلنت إلحادها وهربت لألمانيا، وبدأت تنشر صور وكتب عن الإلحاد، وشاركت في فعاليات ضد الدين، لكنها قالت في حوار: رغم الحرية بحس بفراغ، وفي صوت جوايا بيقول مش دي الراحة اللي كنت بدور عليها. وبعد كده واحد اسمه شريف جابر من مصر، ومشهور جدا الفترة ديت بفيديوهاته اللي بيهاجم فيها عن الدين وبيسخر من العقائد، لكنه مطارد وعايش في خوف ومش قادر يخرج، واتكلم كذا مرة عن إنه مش لاقي راحة وإنه بيحس إنه تايه وبيكرر نفسه. يجي بعد كده واحد اسمه زكريا أزوز، جزائري، أعلن خروجه عن الدين وبدأ يعمل فيديوهات يسخر فيها من النصوص، وكان بيحاول يكون صوت الملحدين في العالم العربي، لكن مع الوقت بدأت فيديوهاته تقل ونبرة صوته تبين التوتر، والناس اللي بيتابعوا حسوا إنه بيهزر علشان يضحك على نفسه. كل واحد من دول يا صديقي بدأوا بصوت عالي وبصراخ وبتحدي وبكلام كتير، لكن نهايته كانت شبه بعض: صمت، تعب، شك داخلي، فراغ. وفي لحظة معينة بتيجي على كل واحد فيهم يسأل نفسه: هو أنا كنت صح؟ أو هو ده فعلا الطريق الصح؟ هو بعد الموت بيكون فيه إيه أصلا؟ ناس كتير قالت مفيش ربنا واتحدوه وكتبوا وصوروا وسخروا، لكن الحقيقة دايما بتفضل ثابتة: كل ما الإنسان بيبعد عنها بيتعب أكتر وأكتر وبيضيع أكتر، وكل ما بيفتكر إنه حر بيكتشف إن في قيود جوه قلبه ومش من الواقع، دي قيود داخلية، قيود من الفطرة نفسها. النهاية دايما واحدة، حتى لو اتأخرت. الكلمة الأخيرة مش بتتقال على أي منصة سوشيال ولا في مؤتمر، ولا الكلمة الأخيرة دايما بتتقال على فراش الموت، لما الواحد خلاص يكون الوهم مسك فيه ويسكت كل صوت حواليه، ويفضل الإنسان لوحده قدام الحقيقة بس. فكر وراجع واعرف انت رايح لفين كويس، وبس كده. سلام.